حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هجمع لكم فيه كل البرايمرز اللي شي جلام نزلوها. في بنات كتير اما نزلت الفيديو بتاع كل البلاشرز اللي شي جلام نزلوها عجبهم الفيديو، قالوا لي اعمليها على كل البرودكتس اللي عندهم، فانا بحاول اجمع لكم الحاجات اللي عندي منها تقريبا كل الكولكشن. انا عندي تقريبا كل البرايمرز اللي هم نزلوها. في الفيديو ده هيكون ريفيو سريع جدا عن كل البرايمرز اللي شي جلام نزلوها. يلا على طول، مش عايزين نضيع وقت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، يلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه شي جلام نزلوها هو البرايمر ده اللي اسمه شي جلام بيرث داي سكين برايمر. هو لونه بينك كده زي ما انتم شايفين، وده شكله كده من جوه. كانوا منزلين واحد تاني تقريبا لونه ابيض، وده ما عجبنيش خالص لانه بيسيب افكت مش حلوه على البشره وتقيل جدا على البشره. فتعالوا كده نستخدم ده مع بعض واديكم ريفيو سريع عنه. هاخد حته صغنونه خالص. البرايمر ده تحسوه كده بيشتغل على تنعيم البشره، يعني هو بينعم البشره اكتر من ان هو بيشتغل برايمر لحاجه معينه. طبعا النهارده احنا هنحطه وهنمسح كتير جدا جدا جدا، بس يلا مش مهم، كله عشان خاطركم. مع ان بشرتي اليومين دول مش في احسن حالاتها، طلع لي كام حبايه كده سخفه، بس اتس اوكي. ده حلوين. بعد ما وزعت البرايمر خليني كده اقرب لكم برده عشان تكونوا شايفين شكل البشره. هو بيدي جلو ناعم جدا، مش هيبقى حاجه مدهننه ومزيته على بشرتك. زي ما انتم شايفين كده بيعمل نعومه، بيدي جلو ناعم قوي، وبيشتغل شويه على المسام. يعني لو المسام بتاعتك متوسطه هيقفلها لك شويه، يعني هتحسي ان هو عمل بلور لشكل المسام او عمل لها شويه اخفاء. الصراحه البرايمر ده انا بحبه جدا، يعني مش هكدب عليكم، وحتى مستخدمه منه كتير لانه حرفيا بينعم البشره وبيخلي الفاونديشن شكله حلو قوي. نيجي للبرايمر ده اللي كان من الاديشن اللي اسمه لاف دايف. طيب البرايمر ده بيعمل ايه يا دعاء؟ هم كاتبين عليه الموضوع عندهم بكل بساطه، كاتبين مويسترايزنج برايمر، يعني ده بيشتغل بس على ترطيب البشره، وهو تحسوه عامل زي المرطب. يعني عايزاكم تشوفوا شكله من جوه، هو مرطب خفيف جدا على البشره، يعني مرطب بتاع كل يوم كده عارفين، وبحسه مناسب اكتر للبنات اللي بشرتها دهنيه لان هو جل وخفيف جدا على البشره. طب بيعمل ايه يا دعاء؟ ولا اي حاجه، هو بس مرطب شويه والبشره بتشربه وبس، هو مرطب. يعني ده مش بالنسبه لي برايمر، هو مرطب حرفيا، بس مش عايزاكم تستهونوا بيه، هو مرطب للناس اللي عايزه هايدريتنج قوي من غير تلزيق او دهنه. نيجي للتو برايمرز اللي قلبوا السوشيال ميديا حرفيا، وكل الناس كانت بتجربهم ويلزقوا حاجات على وشهم. طب ايه يا دعاء الفرق ما بين الاخضر وما بين اللي لونه بيربل؟ طيب خلينا متفقين ان الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بيدوا ترطيب، بيلزقوا الميك اب، بيخلي شكل الفاونديشن حلو جدا، مش هنكدب الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. طب يا دعاء انا اجيب الاخضر ولا اجيب اللي هو لونه بيربل او موف؟ طيب ده هايدريتنج عادي، بيلزق الميك اب، اي نوع بشره تقدر تستخدمه. ده فيه حته زياده شويه، اولا هو بالبلو بيري ففيه سنت، تاني حاجه ان هو جواه AHA، وهو معمول للبنات اللي بشرتها دهنيه اكتر ومعرضه للحبوب اكتر. طيب احنا عايزين نشوف الفرق على البشره. في الناحيه دي انا هحط الاخضر، وفي الناحيه دي انا هحط البيربل عشان تقدروا تشوفوا الايفكت بتاعهم على البشره عامل ازاي. كده ناخد شويه من الاخضر، مش عايزين نكتر. بصوا هو الجل كده، يا رب الفوكس يساعدنا، هو جل جدا، وعلى فكره بيقلل من شكل المسام برضو. فخلينا كده نوزعه. اوعي 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 تغلطي الغلطه دي وتحطيه لوحده تفرحي بالجلو وتروحي نازله بيه من غير فاونديشن وباودر، هيروح لامم كل التراب بتاع الشارع ويروح لازقه على وشي. هنا حطيت اللي هو لونه اخضر، وزي ما انتم شايفين الجلو بتاع البشره هيهدى دلوقتي، والتلزيق اللي موجود فيه ده دلوقتي هيهدى. تعالوا الناحيه الثانيه نجرب اللي هو بالبلو بيري واللي جواه AHA. خليني احط على الايد الثانيه كده عشان ما نعمل لهمش ميكس مع بعض. تحسوا ان اللي فيه AHA بصوا بيتحرك اخف، يا رب تكونوا شايفين الاخضر ما اتحركش من مكانه. شايفين ده بيتزحلق ازاي؟ لان ده معمول للبشره الدهنيه، السماكه بتاعته او الترطيب اللي فيه مش كتير زي الناحيه دي. فهمتوا؟ فخلينا نوزعه. طبعا ريحته مميزه جدا وباينه. اوكي حبايبي، زي ما انتم شايفين هنا الاخضر هنا البيربل، تحسوا هنا ان الترطيب او اللمعه اقل شويه من هنا. هنا بصوا اللمعه باينه في كل حته في بشرتي، لكن هنا اللمعه بس في الحته العاليه من بشرتي اللي هي اصلا اوريدي بتلمع في وش اي حد لان المنطقه دي منطقه عظم. هنا البشره شربت اسرع من هنا خد شويه وقت، لكن هنا البشره شربت اسرع. لكن الاثنين بيدوا ترطيب، بيلزقوا الميك اب، بيقللوا شويه من شكل المسام، لكن ده معمول للبشره الدهنيه اللي هو لونه بيربل، والاخضر معمول لكل انواع البشره الثانيه. نيجي بعد كده لحته التلجه اللي نزلوها شي جلام، وهو البرايمر ده اللي اسمه
اسمه جليسير جلو، اللي هو شبه التلج كده زي ما انتم شايفين. فعلا الباكجينج بتاعه شبه التلج بطريقه مش طبيعيه. طبعا الباكجينج مش كله مليان، هو البارت ده بس هو اللي فيه البرايمر، لكن البارت التاني ديكور يعني. ودي حته ممكن الناس تحبهاش قوي، يحس ان هم خدوا برودكت قليل وكده. تمام، ده شكل البرودكت من جوه. حاولوا لو جبتوا البرايمر ده ما تشيلوش اللزقه من عليه من فوق، يعني حاولوا تفتحوها كده نص، لان انا كان عندي واحد تاني سبته مفتوح واعتقد ما قفلتش الباكجينج قوي فنشف، يعني اتحول لكانه عامل زي الباودر كده. فحاولوا ان انتوا تخلوا اللي هي الجزء اللي فوق ده مفتوح كده شويه وتاخدوا من البرودكت من هنا. طبعا هو من جوه شبه الميه والتلج قوي، لان هو المفروض ان الكونسبت بتاعه ان هو يرطب البشره ينعشها بس من غير ما يدي جلو اوفر للبشره، عارفين كده. وبرده بيشتغل على المسام حلو قوي. على حد علمي بيبقى جاي معاه معلقه، فحاولوا تستخدموها وما تحطوش ايديكم جوه البرودكت. خليني كده اوريكم شكل البرودكت عامل ازاي، يا رب يكون باين لكم. عامل زي التلج كده وفيلفت قوي. بصوا انا الطريقه دي بحبها جدا اما بابلاي البرايمر ده على بشرتي، وساعتها هتحسوا بفرق فظيع. يعني سبيشال البنات اللي بشرتها دهنيه وبتبقى ملمعه قوي، تعالي على الاماكن اللي فيها تلميع قوي زي الاماكن بتاعه الخد او الجبهه من فوق، مشي كده بالطريقه دي. يعني بصوا هتحسوا ان هو بيقفل المسام وبيحول المنطقه دي لمات. يا رب تكونوا شايفين ده، شايفين اهي. اعتقد ان كده باين لكم اكتر. بصوا اول ما امشيها على الحته اللي فيها جلو في بشرتي، شايفين كانكم شايفين فلتر مشي مسح الحته دي. يا رب تكونوا شايفين اللي انا شايفاه. فهو معمول اكشلي للبنات اللي بشرتها بتلمع قوي، فهي عايزه ترطب من غير ما حاجه تبقى بتلمع في بشرتها. البرايمر ده بالنسبه لي تقدري تحطيه عادي من غير ميك اب، يعني ده هيبقى التحفه. انا عايزه اوريكم بس هيحول بشرتي لمات ازاي. بصوا، واحساسه ساقع بارد جدا على البشره، يعني هترطبي بشرتك من غير اي دهنانه. شايفين بشرتي بقت مات ازاي؟ البرايمر اللي ما اتعملوش كامبين دعايه كبيره مع انه حلو جدا هو البرايمر ده اللي اسمه ميلون ميلت. يا رب يكون باين لكم. الازازه بتاعته اصلا شكلها شيك جدا، عامله زي البرفيوم كده. اسمه ميلون ميلت نياسيامايد سيرم برايمر. ده شكله كده يا جماعه بجد كيوت جدا. تفتحوا دي كده وده بيبقى شكله. البرايمر ده للناس اللي هم عاشقين الجلو، اللي يموتوا في البشره الجلوي. ده انا بحسه برايمر سيرم سكين كير، عارفين يعني ما اقدرش احطه بس في الزوم بتاعه البرايمر. انا بحسه حاجه شبه السكين كير، عادي ان انا احطه واحط معاه بس بلاش وماسكارا وروج وانزل، هيدي بشرتي جلو صحي قوي. فخليني من غير كلام كتير اوريكم، لان مش عايزه ارغي في الفيديو ده. تمام، ده شكله كده زي ما انتم شايفين، وبيتحرك بسيط قوي، يعني هو مش هيبقى تقيل على البشره. وعايزه اوريكم الايفكت بتاعه عشان الايفكت بتاعه خطير. بصوا الجلو. اولا بتطلع ريحه بطيخ مش طبيعيه، يعني بجد ريحته فريش موت. يسيب بشرتك صحيه نضره، كانك عامله كيلو سكين بوستر على بشرتك. من ناحيه المسام، فلو مسامك واسعه قوي مش هتحسي طبعا بفرق كبير، بس لو مسامك بسيطه هتحسي ان هو شويه بيقلل من شكل المسام. بس ده شكله كده على بشرتي اول ما بشرتي نشفت. الجلو بتاعه طبيعي قوي وبجد بيخلي البشره تجنن. انا بالنسبه لي ده بيرفكت. احط بس شويه بلاش واحط ماسكارا، بس ارسم حواجبي، احط روج، خلاص كده انا ريدي. فهو بحسه حاجه كده لكل يوم، لطيف جدا وترطيبه حلو قوي، وكفايه كمان ريحته خطيره. خلاص اخيرا وصلنا لاخر برايمر شي جلام نزلوه، وهو البرايمر ده. محدش اتكلم عنه، ما شفتش حد اتكلم عنه. هم اول ما نزلوه تقريبا من شهر ونص او من شهرين، انا اشتريته على طول اول ما لقيته على الويب سايت، وحرفيا انا اللي مشترياه، هم ما بعتوهوش. وده اسمه بور نو مور. المفروض ان هو بيشتغل بس على المسام، بيسفلت المسام. لما دخلت عملت سيرش عنه عرفت ان هو ما فيهوش سيليكون، ودي حاجه حلوه ان هو بيقفل المسام بس ما فيهوش سيليكون، لان احنا عارفين السيليكون قد ايه بيمرمط البشره. ده شكل الباكجينج كده. خليني كده برضو اوريه لكم ان ديتيلز. اوكي، الكميه بتاعته حلوه، هتكفيكي مده طويله. وهو من جوه شبه بتاع بنفيت اللي هو بور تقريبا بروفيشنال ميك اب، حاجه كده يعني. مش فاكره اسم البرايمر ايه، بس التاني طبعا كان مليان سيليكون، لكن هو نفس لونه، حتى اللون البينك اللحمي قوي ده. اوكي، تعالوا كده نحطه على الجزء اللي فيه المسام. وعموما لو هتحطي اي برايمر للمسام دايما تحطي البرايمر على فوق عشان يدخل جوه المسام ويسفلتها ويقفلها.
اعذروني اني هلزق في الكاميرا فما تتخضوش. اوكي، ده شكل البشره بالجزء بتاع البرايمر، مخليه البشره مات وفي نفس الوقت خافيه شكل المسام بشكل مش طبيعي. يا رب يكون باين لكم الكلام ده. وده الناحيه التانية من غير البرايمر، مش عارفه هيكون باين ولا لا، بس باين شكل المسام. وده انا مجربه قبل كده فانا بكلمكم عن تجربه. حرفيا قلل شكل المسام جدا، وبيشتغل على الماتيفاين او بيخلي البشره مات اكتر. وده بالنسبه لي بيرفكت للبنات اللي بشرتها دهنيه، هيحبوه جدا لان هو بيقلب مات فبيطفي اللمعه بتاعه البشره. يعني بصوا من هنا وهنا بيطفي خالص اللمعه بتاعه البشره وبيقفل المسام بنسبه كبيره جدا. كده يا حلوين ابقى جربت لكم كل البرايمرز اللي شي جلام نزلوها. طيب خلينا نقسم اخر الفيديو لمجموعتين، مجموعه بشره عاديه جافه مختلطه، والمجموعه الثانيه بشره دهنيه. خلينا متفقين البشره مختلطه ينفع تستخدم ده وينفع تستخدم ده، بس هنقسمهم كده. فلو هنتكلم الاول على البشره العاديه الجافه المختلطه، فدول البرايمرز اللي ينفعوا معاها، اللي اسمه بيرث داي سكين، واللي اسمه جود جريب اللي لونه اخضر، واللي هو اسمه ميلون ميلت نياسيامايد. دول تحفه، بشره عاديه جافه مختلطه. حاسه النصيب الاكبر للبشره الدهنيه، والبشره المختلطه عادي ينفع تستخدمهم. اول حاجه الجليسير جلو، تحفه البشره الدهنيه. البرايمر بتاع المسام، تحفه البشره الدهنيه. برده الجود جريب، تحفه للبشره الدهنيه. والبرايمر ده او المرطب بتاع شي جلام الاديشن اللي كان اسمه لاف دايف. وبس كده حبايبي، يا رب الفيديو يكون فاتكم باي حاجه في الدنيا وخليكي تقدري تحددي انت محتاجه برايمر ايه من عند شي جلام، لان البرايمرز كتير قوي، وانا عارفه ان في بنات كتير قوي محتاره طب اخد ده ولا اخد ده. بالتالي الموضوع بقى كلير قوي قدامكم دلوقتي، وعرفتي انت محتاجه ايه من البرايمرز بتوع شي جلام. لو الفيديو فادك اعملي لايك بليز، اعملوا لايك للفيديو وتفاعلوا على الفيديو عشان انزل فيديوهات ثانيه، لان اليوتيوب اليومين دول بقى محبط جدا، فانا بحاول افيدكم، فانتوا كمان ما تاثروش معايا في التفاعل على القناه. وبس كده حبايب قلبي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.